السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين بقى، والمدارس على الابواب، وطبعا العيش الفين. ان شاء الله نعمله بطريقة سهلة جدا اقتصادية، من غير زبدة ولا من غير لبن. ان شاء الله نبدأ في المقادير. بسم الله. معايا هنا كوب مية، ومعايا معلقتين سكر، ومعلقة خمير. هنقلب كل ده، والمج اللي انا هستخدمه بالدقيق هستخدمه في كل حاجة. هدوبه تمام مع بعضيه، وهبدأ انزل بمج دقيق. انا في الوصفة دي هستخدم نص كيلو من الدقيق، والمج ده من النص كيلو، يبقى نص كيلو خدت منه مج. حطيت عليه مج مية، معلقتين سكر، معلقة خمير. وهنغطيه لمدة 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق هنكمل عجن. الخطوة دي يا جماعة محسن طبيعي للعجين. وهنا كانت اختمرت بعد 10 دقايق. هبدأ انزل بقى بكمية الدقيق. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ دي بتشغل للخميرة يا جماعة. هبدأ بقى انزل هنا بربع كوب زيت، نفس الكوب اللي انا عايرت بيه المية والدقيق، ويكون زيت نوع نضيف. معايا هنا معلقة خل. الخل ده يا جماعة بيخليه لي ابيض، بيساعد على الهشاشان. لو احتفظت فيه في التلاجة في الفريزر بيخليه ما يبرولش مني. هبدأ بقى اضيف كمية باقي نص كيلو الدقيق. ومعايا هنا ذرة ملح وربع معلقة بيكنج باودر. يبقى معلقة الخل دي يا جماعة بصوا محسن، مش قادرة اقول لكم عامل ازاي، بجد جميل جدا. هبدأ بقى اقلب كله ده. طبعا انا كنت في الاول حطيت مج من المية. هنشوف معايا العجينة هنا دي نص كيلو من الدقيق هيحتاج قد ايه مية. طبعا الدقيق من نوع لنوع بيختلف. انا حطيت مج، ومعايا هنا في المج التاني نص مج تاني. يا يحتاج النص مج، يا اما يحتاج ربع مج بس. معايا هنا نص المج اهو. هشوف هو يحتاج مني قد ايه. هبدأ بقى اعجن. مهم جدا يا جماعة، لازم تعجني العجينة كويس. ان عجنتيها كويس وخدمتيها كويس، ده طبعا بيفرق معاك علشان العيش الفينو. تاخديه عيش فينو خفيف وما يطلعش منك تقيل او مكتوم. لازم تعجني العجينة كويس. يعني بصي، ما يقلش عن 10 دقايق تفضلي تعجني فيها. اول ما ايديكي تبدأ تعمل من العجين اللي فيها والبولة تنضف، وتلاقي بصي العجينة بتلزق حاجة بسيط كده تمام. هبدأ اضيف سنة بسنة، يعني ما تكبيش مرة واحدة. انا على فكرة في المرحلة دي بعد ما لميت المية خدتها على الرخامة، ونزلت فيها رايح جاي تمام بايديا كده رايحة جاية لما ظبطتها. بس دي طبعا انا مش هصور كل الوقت ده، لان كده الفيديو هيبقى طويل قوي. هنا العجينة احتاجت معايا ربع مج بس تاني، يبقى كان في الاول مج، وتاني مرة ربع، يبقى النص كيلو اخد معايا مج وربع. هدهن بقى البولة بسنة زيت، ومن على الوش كده برضو بحبة زيت، وهغطيها لمدة نص ساعة لما تختمر. اهو يا جماعة اللي فاض من النص اهو. هنا كان عدى نص ساعة وكانت اختمرت معايا تمام. هبدأ بقى اشكلها. ما شاء الله عجينة جميلة قوي. تعالوا بقى هنا هنبدأ بقى نشكلها. بتعمليها بقى بايديك وتطلع الهواء منها. هنا النص كيلو عمل معايا حوالي بتاع 17 رغيف. طبعا ممكن تكبري في الحجم وممكن تصغري حسب ما انت عايزه، بس انا شايفه ان ده حجم متوسط كويس جدا. يعني ممكن الرغيف حجمه 50 جرام تقريبا، مش اقل من كده يعني. وممكن 60، يعني من 50 ل60. بصوا العجينه عامله ازاي، بصوا عامله زي الملبن، بجد عجينه جميل. هتبدأي بقى تكوريها بالطريقة دي. ولو جت معاكي قطعة اكبر من التانية بتعينيها وتحطيها في القطعة التانية. يعني حسيت ان واحدة اكبر من واحدة، عيني من دي وحطي في دي.
وبتسيبيها برضو تختمر للمرة التانية لمدة حوالي 10 دقايق لما تبدأ ان هي تضاعف حجمها حاجة بسيطة، وبترجعي تشتغلي فيها. غطيها بكيس بلاستيك ومن فوق منه فوط علشان وشها ما يقشفش. تمام. شايفة العجينة عاملة ازاي؟ اخلص بقى الكمية ده كلها دي وهوريها لكم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ما اشتركش في القناة يشترك لي ولايك للفيديو يا حلوين. شايفة العجينة عاملة في ايدي ازاي؟ وكده كانت الكمية كلها خلصت ما شاء الله. هبدأ بقى اغطيها. وهنا بقى معايا الصاج اللي انا هعمل فيه او الصواني، هدهنها دهنة زيت. انا طبعا طريقتنا كانت سهله جدا واقتصاديه، من غير لبن ومن غير زبده. طبعا انت لو حابه تعجني بلبن ماشي، حابه تحطي بدل الزيت زبده تمام، بس احنا هنا عاملينها اقتصاديه علشان كله يقدر ان هو يقدر يعملها. حابه ان انت تحطي معلقتين لبن بودر تمام. بص، قبل ما اشتغل على الرخامه لازم ادهنها زيت، لان انت لو ما دهنتهاش زيت هتيجي تلف الرغيف هيبوظ مني. طبعا اول حاجه انت بادئه فيها هتعملي بيها اول رغيف بدأتي فيه تشتغلي فيه. اتمنى يا رب ان كل حاجه تبقى واضحه في الفيديو. شايفه العجينه ازاي؟ والله هي مش محتاجه نشاب، بس انا علشان انجز استخدمت النشاب. وفي الايد اصلا تحسي ان انت بتقدري تتحكمي فيها عن النشاب. بص العجينه عامله ازاي. يبقى علشان الرغيف ما يطلعش تقيل منك، ما يطلعش مكتوم، يبقى خفيف معاكي. بصي انت عارفه من العجنه العيش كويس تحس ان الرغيف الفينو مالش وزن في ايديك. تمام. كل ما تعجنيها كويس تلاقيه حلو وممتاز معاكي. هبدأ بقى هنا ابرم. شايفه حاجه كمان، لو الرغيف ما اتقفلش معاكي كويس هيفتح معاكي في الفرن، لازم تقفليه كويس من الجناب زي ما انت شايفه، ومن حرفه. طبعا انا هعمل معاكم اكتر من واحده علشان برضو تتاكدوا من لفه علشان ما يفتحش معاكي. وهتسيبيه يختمر تاني لمده نص ساعه، وهتحطيه بقى على درجه حراره 180 حسب ما ياخد معاك وحسب درجه حراره فرنك. لو احتاج شوايه بتحطيه بتولعي الشوايه، ما احتاجش خلاص. شايفه بقى العجينه يعني مسافه ان انا بلمسها بس بتعلم في ايدي في العجين. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تمسحي برضو الرخامه كده هنا للاسف كان في مقطع هنا واتحذف، اللي هو بعد ما خلصته. انا المفروض ان انا صورت لكم حجم الرغيف زي ما انتوا حاليا شايفينه. طبعا انا بصوبه بيتضاعف حجمه، وبجيب صفار بيضه على كيس فانيليا على معلقتين لبن واربه، وبعد ما يفوش معايا يختمر ببدأ بالفرشه كده حاجه بسيطه خالص، علشان الهواء اللي في الرغيف ما يفك ما يعملش مني. وبروح بقى لو انت حابه ترشي سمسم تمام. طب انت مش عايزه تحطي بيض ولا عايزه تحطي فانيليا ولا الحاجات دي، بتجيبي معلقتين ميه على معلقه سكر وبتدوبيهم وبتدهني بهم الوش وبتحطي سمسم. مش حابه تحطي سمسم خلاص عادي. شايفين يا جماعه اهو. تظبطي برضو الاطراف كده. هو سهل جدا وبسيط جدا واحسن من اللي بتشتريه من الفرن 100 مره. كفايه انك حاجه بتبقى عاملاها بايديك وبتبقى ضامنه نظافتها. شايفه بيتقفل ازاي. بعد بقى بتسويه بتطلعيه وتغطيه بكيس بلاستيك ومن فوق منه فوط علشان يرجع يرد من حرارة الفرن تاني. انت لو هتطلعيه وهتعمليه بايدك كده هتلاقيه ناشف، لا انت غطيه بكيس وروحي من فوق منه مغطيها بفوط. وممكن بخة مية برضو بتطريه معاكي برضو.
انا كده عملت معاكي اكتر من واحد اهو. تمام، اتمنى يا رب تكون كده تمام، الدنيا تمام وظابطه معاكي. طبعا كلنا شاطرين وكلنا بنعرف نعمل، بس بتبقى طريقه عن طريقه بس بتختلف. بتقفلي من الجنب هنا وبتقفلي من الجنب التاني. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو حسيتي برضو ان هو مش مقفول اضغطي عليه كمان مرة. كده خلاص. انا هو الفيديو اللي انا كنت قايله لكم اتحذف، اللي هو بالبيض والبتاع والفانيليا. انا هنا عملته بالفانيليا وبالبيض ورشيت عليه السمس. كده هو اختمر معايا. هدخله بقى الفرن واوريهلكم. وكده خلاص يا جماعة، كان طلع معايا من الفرن وانا كنت مغطياه بالفوطة. شايفين عامل ازاي؟ بجد احسن من الجاهز مليون مرة. وزي ما قلتلك، لو مش حابة تحطي بيض، بمعلقتين مية ومعلقة سكر وامسحي وشه وحط عليه سمسم. مش حابة طبعا هو في الفرن لا بيحطلك بيض ولا بيحطلك سمس، بس دي حاجة انت هتعمليها في البيت. حابة تعملي الخطوة دي تمام، مش حابة تمام. شايفين عامل ازاي؟ شايفين ده تحس ان هو عامل زي الكرواسون من قلبي من جوه. وشوفوا معلقه الخل مخليها ابيض ازاي. متنسونيش بقى باللايك والشير وشيروه مع اصحابكم. وكمان واحد اهو. شايفه؟ اتمنى يا رب ان فيديو النهارده يكون عجبكم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.